30 حاجة مفيدة تعملها علشان خاطر نفسك في المستقبل، وده الجزء التاني، انك تتعلم انجليزي. انت مش هتحتاج اكتر من الموبايل اللي في ايدك وكام تطبيق تنزلهم وكام قناة يوتيوب تتابع عليهم وبس. اول حاجة بالنسبة للتطبيقات، تطبيق بوسو تطبيق ممتاز ومن احسن التطبيقات اللي جربتها. تطبيق هولوتوك هيساعدك تمارس اللغة مع اجانب وببلاش. تطبيق زي امريكان انجلش او طليق هيساعدك جدا في الجرامر وخصوصا لو انت لسه مبتدئ. تاني حاجة هي قنوات اليوتيوب، قناة دي امريكان انجلش، قناة ريتشل انجلش، قناة انجلش لانجويج اكاديمي، قناة انجلش ويز لوسي، وقناة BBC Learning English. اخر حاجة تعملها واهم حاجة تعملها هي انك تحاوط نفسك باللغة، وده هتعمله عن طريق حاجتين. اول حاجة انك تسمع كتير جدا على قد ما تقدر، والبودكاست الانجليزي هو افضل اختيار لده. تاني حاجة انك تعمل شادوينج زي كده. is that they can be terribly ignorant about ما تنسوش تعملوا سيف للفيديو ده، ولو عندكم اي اسئلة اكتبوها في الكومنتس.